كيف نعرف سامسونج يا محمد؟ برامج. بس ندخل الإعدادات نشوف الترجمة العربية. تمام. بعدين ما هو وش اللي قال بالبرنامج. نشوف الإصدار بعدين. إصدار. إذا كان إصدار الأندرويد فوق 6 فما فوق. 6 وما فوق بنعرف عن طريق الأدوات الجاهزة: الماستيريس، الام ايه، الماجيك، الاي جي، واحدة من الأدوات هذولا. إذا كان إصدار الأندرويد أقل من 6 روت. يحتاج روت. كيف نروت يا عبد الكريم؟ نروت من خلال البرامج، انظر إلى برنامج خلال البرنامج. كيف نروت يا أسامة؟ الكنجروت ولا قلنا الكنجروت. قلنا أول حاجة عن طريق تطبيقات، إنه أنا أرسل تطبيقات لداخل التليفون. تروت داخل الجوال. الروت عن طريق تطبيقات، يا أرسل الكنجوروت، أي برنامج من برامج الروت. قلنا أفضلها الكنجروت والكنجوروت، لا داخل التليفون، وشغل التطبيق من داخل التليفون. روت. أو طريقة ثانية قلنا الروت عن طريق برامج من الكمبيوتر. طريقة ثالثة قلنا تنزيل ملفات روت جاهزة عن طريق الأوديان، سواء تنزلها من جوجل أو تنزلها من مواقع. أنا تكلمت على 2 مواقع. قلنا موقع اسمه أوتوروت، وموقع ثاني اسمه vimware.mobi. يا أبحث في جوجل من هنا، يعني بحث عادي، مثلا روت، واكتب مدير الجهاز، مثلا أي جهاز عادي N910 سي، مثلا أنا شختار أي روت. نفس الشيء حينزل لي ملف نفسه CF أوتوروت، يعني ملف روت جاهز أركبه عن طريق الأوديان. أو إنه أنا أدخل الموقع الرسمي حق المواقع اللي تنزل ملفات روت جاهزة، اللي هو الأوتوروت. هذا الموقع بدون اشتراك بديجي هذا بدون اشتراك. قلنا هذا الموقع الأول. كامل. يعني فعله تنزيل. نختار المدير. أشتري المدير. قلنا نتأكد إنه نفس الحماية، نفس إصدار الأندرويد. نعمل داونلود. بس اللي يقلق على ما طبعا داونلود على طول. هذا هو. طبعا الملف ينزل على شكل ملف صيغة زب، بس تفكه داخله ملف MD5. أو قلنا الموقع الثاني اللي هو الفيموير، نركبها كأنك تركب داخل الجهاز داونلود وتركبها بالأوديان. هذا بدي تركب مع التعليم بلا روت فقط. روت بس فقط. أيوه، نتكلم على روت. يعني أنت هتنزل الملف صيغة زب، ملف صيغة زب، حجمه 30 ميجا. يحمل الآن. أنا أسوي ضرب من البرنامج هذا آخر مرة شكيت عنه، كان شيء أقيش نزل على المصفح. الفيموير قلنا تبحث بالموديل هذا الموقع فيرموير G920 مثلا بي. قلنا الميزة بالموقع هذا انه بينزل لي ملفات روت لكل الاصدارات، يعني انا بدور نفس الحماية ونفس التاريخ حتى، يعني ممكن انزل لي نفس الحماية ونفس التاريخ ملف الروت. هذا نفس الحماية ولا التاريخ، اهم شيء نفس الحماية ونفس اصدار الاندرويد. حتى الصيغة كيف بدك تنزل؟ احنا على الروت، اما هؤلاء ما لناش علاقة فيهم، هنرجع لهن الآن بعد شوية. هذا ملف روت جاهز. طبعا يحمل.
واللي خلال 20 ثانية ويبدأ ينزل الملف. طريقة رابعة قلنا لعمل روت اللي عن طريق الأدوات الجاهزة. ما عند الويد اليمن روت يعني هو يعني أول ما تشغله هو بيرسل الكينج روت لداخل التليفون ويروح. نزال 6 وتحت. وهذا أكيد احنا الآن نتكلم تبغى ولا حاجة تفكوها. أيوة، أول جهاز موصل مصحح على اليو اس بي خلاص بتلاقي إنه رسل الكينج روت. أنا بجربها. معانا طريقة خامسة لعمل روت، إنه أنا ممكن أصنع ملف روت أنا إذا كان النظام موجود معي حق الجهاز نفسه، أنا بقدر أصنع له ملف روت. إذا كان ملف معك يعني هذه الملفات اللي تنزلها من النت كيف يعملوها؟ أكيد أنهم يعملوها عن طريق يخرجوا يعني يسمعوها من النظام. طيب بنثبت أول شيء 2 برامج أو 3 برامج ونرجع. يلا كراكات البوكسات. واحد من أشهر البرامج اللي هو EFT دونجل. طبعا EFT كلمة دونجل معناتها فلاش. تنقل معناها فلاش. شوفوا لي هذا ثواني. هذا هو EFT، هو عبارة عن فلاش معه ذاكرة وهو يتوصل بالكمبيوتر. بس البرنامج حقه معه برنامج. البرنامج يعرب، يفك رمز، يصنع ملفات روت، يتخطى حساب، يعني بينه وظائف كثيرة ويدعم كثير من الأجهزة. هي نفس اللي هو هذا الدونجل، يعني الدونجل هو هذا هو EFT دونجل. برول هو البرنامج غيره يعني، وهذا هو النسخة هذه البرو. EFT أنا عشان أثبت البرنامج ما يشتغلش إلا إذا الدونجل هذا موجود، لكن هذه نسخة مكركة يعني تشتغل بدون وجود الدونجل. الدونجل يبيع سلاح المهندسين أو أي شارع القصر، يعني قيمته $70. يعني البرنامج حقه ما يشتغلش إلا إذا الدونجل موجود، لكن هذه نسخة مكركة. طيب بتقول لي كيف نسخة مكركة تشتغل بدون الدونجل؟ ليش عاد يعملوا الدونجل أصلا؟ النسخة المكركة تجي قديمة، يعني إصدارها قديم حق 2018، يعني 2019 2020 2021 هذا ما فيش تحديثات. لكن النسخة لو اشتريت أنا الدونجل بثبت آخر نسخة من EFT محدث، يعني ينزلوا بين موديلات هواوي شاومي كل أنواع الأجهزة. طيب ايش علاقة بالواجهة بالفلاش؟ لأنه ما بيشتغلش إلا بالدونجل. الواجهة ما تشتغلش إلا بالدونجل، لكن هذه نسخة مكركة تشتغل بدون الدونجل. يعني هو زي الحماية، يعني إنه هو فقط الفلاش هو قصة حماية للبرنامج. نبدأ نثبت البرنامج. طبعا هنا البرنامج ما صيغته 7 زب، آخره مكتوب 7 زب. يعني لو الآن عملت له استخراج بالوين راء بهذا البرنامج ما هيطلع خطأ. نبدأ نثبت برنامج 7 زب علشان نستخرجه بنفس البرنامج. هذا هو برنامج 7 زب. هذا برنامج يفك الضغط إذا كان صيغة الملف آخره 7 زب. ثبته بهنا 32 ولا 64 يا محمد؟ 64. طيب هذا هو البرنامج. الآن خلاص كلوز يا عبد الكريم. الآن بستخرج بهذا 7 زب. شوف أضافه هنا، نقول له اكستراكت هير، استخراج هنا. ضروري بال7 زب. استخراج هنا. استخراج هنا. لهذا استخرج هذا البرنامج، مش انت استخرجت الآن برنامج الضغط. صح.
هو يروح يسطح المكتب. دوم. الآن ثبته. هذا هو البرنامج اللي استخرجناه. الآن نثبته. طبعا هو بيطلب كلمة سر أثناء التثبيت. نسخ كلمة السر قبل التثبيت. أنا عادي نكمل بس. تالي اكتب هذه كلمة السر. ده كلمة هذه في نفس الوقت. ما اكتبها كتابة. كلمة السر هي هذا كابيتال. اكتبها. التالي نيزل رانكس. أنا أكتب هذه الكلمة. هذا ترجي كتر قلنا أي خطة دوس. تالي البرنامج الEFT هذا عمله أول حاجة صناعة ملف روت. تعريب. أنا قلت أمس إنه الأجهزة، يعني إحنا قلنا الأجهزة اللي إصداراتها أقل من 5، أجهزة سامسونج إذا إصدار الأندرويد أقل من 6 هذه تشتري لها يا إما نظام وكالة عربي، يا إما نظام معدل عربي، يا إما أداة إظهار اللغة. بس معنا مشكلة بأجهزة الفرايزون وبعض الأجهزة، يعني في بعض الأجهزة بالنسبة للفرايزون اللي إصدار الأندرويد أقل من 6 هذا أصلا ما يقبلش النظام المعدل. يعني شو تركب له فلاشة معدلة عربي ما يقبلش، ولا يقبل إظهار اللغة، ولا معه أنظمة وكالة عربي. يعني ما معية إلا أعمل له روت وبعدين نعرب. الآن جاهز، باقي ننسخ الكراك حقه. ندخل داخل مجلد كراك. أول ملف EFT عمل له نسخة سطح المكتب له. الEFT نعمل له نسخ ونروح سطح المكتب فوق البرنامج نفسه زر يمين نعمل فتح موقع الملف ونعملها هنا لصق. هذه الطريقة قد استخدمناها مع برنامج ايش؟ الموبايل جو. اعمل آخر واحد تجاهل، ولا الشرط عليه عملت هنا تجاهل خلاص. نسخ استبدال. أيوه عملت لصق هنا. نسخ واستبدال. متابعة. خلاص جاهز. الكراك ايش عمله؟ هو اللي يخلي البرنامج يشتغل بدون ما يطلب الدنقل. طيب برنامج الروت. ايش نستخرج الروت؟ الآن بقى نشوف وظائفه. هذا هو شغلناه. خلاص شغله من سطح المكتب. خلاص شغال. هذه صفحة البرنامج نعملها نرن. غلقها. السماح بالوصول لمدى واحد له. الأجهزة اللي إصدارات الأندرويد أقل من 6 قلنا يا إما نظام معدل عربي، يا إما بأداة إظهار اللغة بهذه الأداة.
أو نظام وكالة. بس قلنا موديلات، بين موديلات معينة ما تقبلش النظام المعدل. انتظر هو بده يشتغل بطيء. أجهزة الفرايزون يعني مثلا الاس 3 الاس 4 الاس 5 النوت 3 النوت 4 الجي 1، هذول الموديلات اللي هي أقل إصداراتها أقل من 6. وموديلات الفرايزون اللي هي فرايزون يعني مثلا هذا هو اس 3، لكن هذا اس 3 سبرنت بنفس الموديل فرايزون. تمام. السبرنت اليو اس ال ار الكريكت هؤلاء كلهم عادي معهم أنظمة معدلة عربي، لكن الفرايزون ما يقبلش النظام المعدل، يعني ما بيشمعوه نظام وكالة عربي أركبها بالعدين، يعني ضروري نعمل له روت ونعربها بعدين. هذا الفرايزون من الزر ستوك. أيوة، فئة الفرايزون اللي هي موديلات الفرايزون اللي هي إصدار الأندرويد حقها أقل من 6. هذه قلنا مشكلتها إنه ما تقبلش الأنظمة المعدلة، يعني ما بيش معها نظام معدل لأنه ما تقبلش. لو أجي أركب لها نظام معدل بالأوديان ما تقبلش. السبب إنه بينها حماية يسموها البوت لودر، يعني محمية من الشركة، محمية بحاجة اسمها البوت لودر. وفي طيب مش شرط له فرايزون، يعني مثلا جالي تليفون ما لقيت له لا نظام وكالة عربي ولا نظام معدل عربي ولا قبل إظهار اللغة، حتى لو كانوا غير فرايزون أنا بضطر أن أنا أعمل له روت علشان نقدر نعدل ملفات النظام الإنجليزية ونعدلها عربي. كيف هنعدل؟ قلنا أمس أنا قلت طريقتين. يعني الآن بعد ما عملنا الروت أنا بعرب الجهاز. كيف بعربه؟ قلنا يا إما إنه أنا يكون معي برنامج بالكمبيوتر يترجم التطبيقات، يسحب التطبيقات ويترجمها يرجعها، وهذا هو عمل ال EFT. هذا البرنامج كمان واحدة من وظائفه إنه تعريب أجهزة الأندرويد كلها بشرط تكون مروتة. أي جهة، لأنه يسحب التطبيقات ويعربها ويرجعها. أو الطريقة الثانية يعني احنا قلنا من اللي عمل الأنظمة المعدلة؟ مبرمجين، يعني مبرمجين يمنيين. طيب ايش قال له ماسك ايش يعني البرنامج حق الفيروسات؟ من اللي عمل الأنظمة المعدلة؟ مبرمجين يمنيين. ليش؟ علشان يسهل عملية التعليم. طيب الفرايزون هذا بدل ما عملوا لها أنظمة عربي عملوا لها برامج تعريب، يعني برنامج تعريب جاهز. بعد الروت أشغل البرنامج يعرب الجهاز على طول. يعني معي برامج تعريب جاهزة لموديلات الفرايزون اللي ما تقبلش الأنظمة المعدلة. يعني الآن أنا جالي تليفون فرايزون إصداره أقل من 6، معناته هذا يشتري له روت نروته. بعد ما نروته أنا بعربه يا إما بالEFT تعريب يدوي يعربه يسحب التطبيقات يترجمها ويرجعها، أو إنه أنا أعربه عن طريق برنامج جاهز يعني برامج تعريب جاهزة خاصة بالاس 3 والاس 4 والاس 5 والنوت 3 والنوت 4 والجي 1 اللي هي الموديلات اللي هي فرايزون ما مش معها أنظمة عربي، يعني قد عملوا لها برامج تعريب جاهزة. طيب بتقولي ليش الاس 6 والاس 7 والاس 8 ليش ما قلت؟ التعرب كامل طبيعي، لأنه هذه قد تتعرب بالأدوات لأنه إصدار الأندرويد حقها بدون من 6 وما فوق تتعرب بهذه الأدوات، يعني ما تحتاج. احنا نتكلم على الموديلات اللي إصدارات الأندرويد حقها أقل من 6. يعني لو أجي أكتبها ما هي الموديلات هذه؟ هي حوالي الاس 3 طبعا موديله يجي i 535 الموديل حقه. الاس 4 الموديل حقه يجي i 545. الاس 5 الموديل حقه يجي جي 900 في. النوت 3 يجي موديله ان 900 في.
النوت 4 يجي موديله ان 910 في. النوت 4 ايدج يجي موديله ان 915 في. الاس 3 ميني، هذا الموديلات الفرايزون الاصدارات الاندرويد حقها اقل من 6. الاس 3 ميني جي 730 في. موديلات قليلة. الاس 4 ميني اي 435. الاس 5 ميني جي 360 في. والجي 1 اللي هو جي 100 في. تقريبا هن هؤلاء الموديلات اللي هن فرايزون، هؤلاء الموديلات اللي هن فرايزون واصداراتها اقل من 6. وقلنا هذه ما تقبلش اي نظام معدل، يعني لانه فرايزون ما تقبلش انظمه معدله. بس ممكن يجي لي جهاز غير هذولا ما بيسمعوا لا نظام عربي ولا يقبل اظهار اللغه، انا بروته واعربه طبيعي. يعني هذولا الان عملوا لهن برامج تعريب جاهزه. أنا الدنقل هذا ولا برامج ثانية؟ الدنقل هو ما يعتبرش برنامج تعريب جاهز، لأنه هو بيعرب هذيك الساعة. يعني ممكن تطول عملية التعريب تأخذ لا ربع ساعة نص ساعة بالدنقل، لأنه هو يسحب التطبيقات ويعربها في نفس اللحظة. لكن البرامج الثانية عملها لا استبدال التطبيقات، يعني يحذف الإنجليزي وينسخ بدل العربي يعني في دقيقتين. هي البرامج اللي فيها يوم سلم يعني بنحتاج أكثر شيء. خلي استبدال التطبيقات. لحظة لا تربش نحس. واحدة. اللي بنحتاج عند البرنامج نيرو. يعني الآن يا أسامة، يعني هذا الجهاز نشتي نعربه. روتنا. هنبدأ نعمل له روت. طيب روتنا. بلتن روت من داخل التليفون، بلتن روت من الكمبيوتر، أدخل الموقع أنزل له ملف روت جاهز وأركبه بالأوديان، أروته ببرنامج جاهز مثل أندرويد اليمن، أو عاد أنا بصنع له الآن ملف روت. روت بواحدة من الطرق. بعد ما نروت قلنا نشي نعرب. معي حلين للتعريب، يا إما أعرب عن طريق EFT تعريب يدوي، طيب يعني يسحب التطبيقات يترجمها يرجعها، العملية تأخذ لها نص ساعة أقل شيء. غير EFT معي أدوات جاهزة، أدوات تعريب جاهزة. ما هي الأدوات هذه؟ ثبتوها ونرجع نكمل. يلا أدوات التعريب الجاهزة معي هنا داخل مجلد تعريب، يعني برامج تعريب جاهزة خاصة بموديلات معينة. تعريب يعني خاصة بموديلات معينة، S3 S4 S5 S5 ميني S4 ميني. الموديلات الخمسة، الموديلات العشرة اللي أنا كتبتها. يرسل البرنامج. ثواني. أول واحد عن ثبته اللي هو تعريب أجهزة الفرايزون. فرايزون أرابيك. من دخل؟ كبر الباس نفسه أنا داخل مجال التعريب نفسه. لا أنا في نفس المجال اللي كنت فيه. التعريب. ما استيقظ فكرة هنا فرايزون أرابيك، يعني عملوا برامج تعريب. ها. أنا هواوي يعني خلق الباسورد. هواوي. والحساب موجود يعني. خلصنا 5 عنه كتب. انتظر. والبرنامج حجمه 2 جيجا وشوية، يعني هو بطيء. ما له ضابع يا مالي. ما له ضابع. تعال
البرنامج هو شغال. تالي تثبيت. هذا يفتي بينهم. هذا هو بيفتح الآن ثاني. هو البرنامج هو مستقيم. هو أفتح له حاله انتظر بس. غلق هؤلاء. هذا الموديل حقه. هذه الموديلات اللي موجودة في البرنامج. سامسونج دقيق خلي اللي يجيبه. بين هؤلاء الموديلات نصي هؤلاء 5 غضر الجزء. هذا البرنامج يثبت هذا الرؤوس والتاريخ. ها؟ ثواني خليه ينفتح. يثبت الرؤوس والتاريخ. ثواني صبر الصفار صح جيت سامي. يعني ثبت روت وتعريف لبعض الموديلات. ثواني بتشوف الآن. زيدوا ثبتوا لنا من البرامج هنا. في بعض الموديلات معها برامج خاصة بها، يعني موديل واحد. يعني مثلا النوت 3 هذا اللي هو N900 في هذا برنامج معه برنامج تعريف خاص بهذا الموديل. بهذا الموديل ثبته. اسم البرنامج N900 في. يعني البرنامج حركاتها نفس الاندرويد صح؟ اللي يجي البرامج اللي تجي شكلها شاشة سوداء هذا يسموه سكريبت، يعني برنامج شاشة سوداء مش واجهة وأزرار. هذا برنامج نفس الشيء خاص بالجي 100 ثبته. تروح تستحمل بنفسه تعالي باقي. مش هذا السؤال. هذا جي 100 هو بين نسختين هذا وهذا جي 100. هذه تثبت في سطح المكتب.